بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتوا عم تشوفوا هالفيديو ويسعد لي كل أوقاتكن. بتمنى منكن قبل ما نبدأ فيه نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام، وخلينا نترحم على كل شهداء الزلزال، وإن شاء الله يا رب مسواهم الجنة، والله يشفي كل هالجرحى والمصابين يعني، والله يكون بعونهم، وخلينا ندعي لهم. والحمد لله على سلامتنا جميع بالأخير. ألف الحمد لله على كل شي، كل شي بيجي من الله، يعني مثل ما بيقولوا الحمد لله هي استفادة من الله، والله إذا حب عبد ابتلى، واستفادات الله رحمة. وإن شاء الله يا رب هيك، يعني يمكن الله هيك بعتلنا هالشي لحتى نرجع لإله، نرتجع، اشتاق ليسمع صواتنا، اشتاق ليسمع دعائنا. ألف الحمد لله رب العالمين. هالفيديو الصراحة أنا صورته كان بيوم اللي صار فيه زلزال 6 بالشهر. كنت كتير مبسوطة فرحانة، يعني بنتي مو إني راحت روضة وإني جلاء هيك بالنسبة لإله يوم الجلاء رح تاخده، فقبل بليلة إني كانوا بالمدرسة رايدين كل أم تحضر شي تساوي شي وتجيبه معه مشان كل الطلاب. والصراحة يعني هذا مثل ما شايفين الكيك اللي عم بعمله كنت بالليل عم بحضره، وفقنا الصبح على خبرية الزلزال اللي صاير. وتقريبا مثل ما شايفين يعني مضي شي 20 يوم، حتى يعني 18 يوم صار له من وقت الزلزال. والله العظيم الله بيعلم، يعني ما عم يجي من قلبي لا أحط شي ولا أصور شي ولا أنشر شي، بس سبحان الله الدنيا رح تمشي بالأخير. يعني إني ردت أنشره المغزى هيك من نشر هيك فيديوهات، إني بتضل إن شاء الله هيك بكرة بالأيام بناتي بيشوفوهم، بتضل ذكرى إن شاء الله، بتكون ذكرى حلوة إن شاء الله، شغلات هيك بقدر أفيدكم فيها إن شاء الله يا رب. وبالنسبة لهذا الكب كيك أنا وعم بعمله مثل ما شايفين، هيك المكونات رح أترك على الشاشة أكتبها أنا وعم بعمله لأني شفته التهيت بالحكي. وهذا العيار اللي عم ساويته، يعني ساويت 3 عيارات من الكب كيك. العيار الواحد كتير سهل، طريقته كتير بسيطة وما فيه أي تعقيدات، مثل ما قلت لكم رح أكتبهم هون على الشاشة وتشوفوا الخطوات. وبعد ما حضر هيك معي الكب كيك خلصت لملمت مطبخي. طبختنا الصراحة يعني كانت لبنية فريكة، يعني ألف الحمد لله. والله ما قلت لكم كنت كتير هيك رايدة مبسوطة فيها، بس سبحان الله كل شي من الله يا محلى. ألف الحمد لله. وكان هيك شوية جليات قلت خليني أطبقهم أخلاص، يكون هيك مطبخي مرتب ما في عندي شي. ولجان كانت كتير مبسوطة الصراحة، يعني مع إنه بتعرفوا إن هي امتحان يعني هيك ما قدمت. هلا أنا هون حيطتها بروضة سورية، فبتعلم عربي تركي، بتعلم رياضيات علوم ديانة، بتعلمون كتير شغلات يستفادوا منها. وصارت لي زيارة عند أهلي، رحت على اسطنبول وساووا فيها هيك امتحانات الأولاد، فبنتي حتى امتحانات ما قدمت. فلو ما قدمت أنستا قالت لي لا خلي تجي، يعني إن هي فرحانة مع الأولاد بالأخير إني رح يعطوها جلاء وهيك. وكانت كتير رايدة إني هيك ليس لها شعرها، إني خليه يكون هيك ساوي سبل. وقبل ما تنام ليست لها إياه، وبعدين ناموا وحضرت لهم هيك أغراضهم. وبنتي الصغيرة كمان كانت كتير رايدة تروح معها، يعني مبسوطة وفرحانة كتير مبسوطة بشي اسمه مدرسة، مع إنه هي صغيرة، فيمكن لأني عم تشوف أختها قدامها عرفته كتير بتحب المدرسة. والصبح هيك فقنا بكير وحضرتهم، واللهم صلي على النبي هيك الأولاد أصواتهم الله يحميهم ربي، الله يبعث لهم أيام حلوة، الله يحمي أولاد الجميع يا رب، الله يبعث لهم أيام حلوة. ألف الحمد لله. وكانوا ما شاء الله هيك معبوطين بهالمدرسة كتير مبسوطين. الله يهديهم ويصلحون، وإن شاء الله يا رب نشوفهم بالمراتب العليا. مو قلت لكم يعني هون المنصة هون على اليوتيوب،
فإذا شفتوا بتنشروا فيديو بيضل يعني ما بين ياخد مساحة على التليفون وهيك. فمثل هيك شغلات للبنات كتير هيك يعني عم يجي ببالي إني أصورهم وأتركهم هون، يعني بيضلوا ذكرى لإلهم بالأيام، شي هيك حلو بنبسطوا فيه. وهلا هون ألف الحمد لله مثل ما شايفين كانوا محضرين الآنسات الأستاذ هون محضرين شغلات لهالولاد، وتقريبا لهون بيكون خلص الحكي. تركت شوي هيك مقاطع بصوات الأولاد مشان تشوفوا شلون كانت هيك يعني العياط والأصوات شلون مبسوطين بحالهم. الله يسعدهم يا رب، يبعث لهم أيام حلوة، وإن شاء الله يا رب أنتوا الله يريح بالكم دنيا وآخرة. الله يكون بعونكم ويكون بعوننا جميع، والحمد لله على السلامة، وألف الحمد لله ألف الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. أشوفكن على خير وانتظروني في فيديوهات جديدة. الله يحميكم وسلامي لإلكم. باي.